سدد كل ديونه لسبب غريب. راح يشتكي الشيخ من كتر الديون ومش عارف يسدها لدرجه انه قعد يعيط. الشيخ قال له عندك ام؟ قال له ايوه. قال له عاوزك تروح لها دلوقتي وتسالها ايه اكتر حاجه حامله همها، ايه اكتر حاجه مقرقاها وتحاول تحلها لها. فعلا راح لامه وسالها ايه اكتر حاجه قلقاكي يا امي؟ قالت له اختك بقى عندها 40 سنه وكلكم خلاص اتجوزتوا وكل واحد بقى عايش حياته وهي وحدانيه ما تزوجتش لغايه دلوقتي وانا قلقانه عليها، نفسي افرح بيها قبل ما اموت واطمن عليها. قعد يفكر كده افتكر سبحان الله واحد قريبهم على صلاح وتقوى كان متزوج وبعدين زوجته بعدها توفت في حادث سياره وهو من ساعتها في حزن وما فكرش يتجوز تاني. فراح له وكلمه وقال له انا اختي صوامه قوامه وانا نفسي ان انت تتزوجها وبرشحها لك ان هي تكون زوجتك. وفعلا قريبهم ده تزوج من اخته وكانوا سعداء جدا وامه كانت في منتهى السعاده. بيقول بعدها ربنا قضى عني ديني وفعلا ربنا فرجها من عنده وكانت اموره متيسره جدا وحلوه جدا. اوعى تستهين بالسرور اللي انت بتدخله على امك مهما كان السبب. قلبه يا رب انا راضيه عن ابني، يا رب انا راضيه عن ابني ارضى عنه، يا رب دخله الجنه.